حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بطبق خفيف كده وسهل وبسيط، هتعمليه بكل سهوله وهتحبوه جدا جدا. وهي كفته داوود باشا. المقادير معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، هنزل عليها ببصلايه متقطعه قطع صغيره بالشكل ده. مش هصفي البصله ولا اي حاجه، بس هنزل عليها ب3 معالق بقسماط ناعم، لان البقسماط هنا بيشرب السوائل اللي موجوده في اللحمه وفي البصله. وهنزل بقى بنص معلقه 7 بهارات وفلفل اسود وملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا واعجنهم بالشكل ده كده لغايه ما كل البصل مع اللحمه يندمج كويس جدا معايا. وبعد كده هبدا اكورها بالشكل ده. هعمل الكميه كلها بالطريقه دي، وبعد كده هدخلها التلاجة تتشمع معايا حوالي نص ساعه. وبعد كده اكون محضره الطاسه بتاعتي فيها شويه زيت صغيرين وقطعه زبده، وابدا انزل بالكفته عليهم. هرصها كلها بقى في الطاسه بالشكل ده كده، ومش هقلبها غير لما تاخد معايا لون من تحت. وبعد كده هحرك بيها الطاسه بالطريقه دي كده عشان ما تلزقش مني. واول ما تاخد بقى اللون الحلو ده كده هخرجها في طبق، وهسيب بقى السمنه والزيت في نفس الطاسه. هعمل كل حاجه في الطاسه دي او في الحله اللي هتعملي فيها. هكون مقطعه بصلايه قطع صغيره، وهنزل بيها على الزيت والسمنه بتوعي والسوائل اللي نازله من اللحمه، وهحمرها شويه كده يدوب تاخد لون بسيط. بعد كده هنزل بفص ثوم فرماه، وعليها معلقه صلصه، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هكون عصره معايا بقى نص كيلو طماطم ومصفياها، وهنزل عليهم بيها، واسيبها بقى تغلي كده على النار شويه، واحط لها بس الملح والفلفل بتاعها. وهراعي هنا ان انا مملحه برضو الكفته بتاعتي، محدقاها برضو بالملح والفلفل، فراعي موضوع الملح شويه. هقلبها واسيبها تتسبك مع بعضيها. اول ما الزيت والسمنه بتاعها يخرج على الوش كده، هبدا انزل بالكفته بتاعتي عليها، واسيبها برضو تاخد غلوتين معاها كده. اول ما تتسبك في قلب بعضيها، هجيب بقى حوالي كوبايه ميه، وهنزل برضو عليها على الصلصه والكفته، واسيبها تغلي غلوتين كده مع بعض. هنا الكفته متماسكه معايا وجميله، ما فكتش مني ولا اي حاجه. واغطيها واسيبها تغلي غلوتين، هتلاقيها بقى اتسبكت معاكي بالشكل ده كده في قلب بعضيها، وخلصت كده معايا وبقت جميله جدا. هحضر لها بقى شويه رز كده، حبه وحبه، او رز بشعريه او مكرونه حسب ما تحب تاكليها، وابدا اغرفها في طبق التقديم بالطريقه دي. أكلة سهلة جدا وجميلة وسريعة، والولاد هيحبوها وتاكلوها يا حبايبي بالهنا والشفا. ويلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان قناتي تكبر بيكم وليكم يا حبايبي. واشوفكم في فيديو جديد من أكلة هنائي.